هذه هي شباكيات الدقيقة 90. الا كنتي مازال ما وجدتيش الشباكيه وبغيتي توجديها، فهاد الفيديو ليك شباكيه بطريقه اللي هي سهله بلا ما تلكي ولا تعجني. غادي توجدي شباكيه اللي كتجي زوينه، كتذوب في الفم، هشيشه وبنينه بزاف وسهله بزاف. يلا معايا نوريكم المقادير، ولكن قبل ما تنساوش خليوا لي معكم لايك للتشجيع. كيف قلت لكم، هذه الدقيقه ديال هذه الشباكيه الدقيقه 90 غنديروها في العجانه. غادي ناخذ هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق، غادي نزيد معاه عندي هنايا نص كاس ديال الجنجلان محمر مطحون، مع نص كاس ديال اللوز حتى هو مطحون، مع 2 معالق ديال النافع مطحون ومحمر، مع معلقه ديال القرفه، كلشي مغربل. غناخذ كاس غادي ندير فيه هنايا دويمه الزعفران، وإلا كان عندكم الزعفران شعره من الاحسن. غادي نزيد عليه هنايا كاس ديال الماء زهر، نخليه ابار. غادي نزيد داك نرجع لديك العجينه، غادي ندير فيها راس معلقه ديال الخميره حمراء فقط، وغادي نزيد معها راس معلقه ديال الخميره الفوريه. ممكن تضاعفوا المقادير، ممكن تنقصوا نص كاس ديال الزيت الروميه، مع نص كاس ديال مع 4 كاس ديال الخل هو اللي كيفتيها وكيخليها تجي رطبه، مع نص كاس ديال الزبده اللي هي دايبه. هاد الكاس عندي راه غير صغيور، ماشي كاس ديال العنبه. غادي نزيد صفار ديال البيضه، ما نديرش البيض لانه هو اللي كيطلق لينا داك الكشكوشه. درت كلشي في العجانه وغادي نخليها حتى كتبسبس ليا مزيان. ممكن تعجنوا بيديكم، انا غير قلت لكم هذه عجانه، هذه عفوا شباكيه ديال الدقيقه 90 ديال نهار الاخر قبل رمضان، دغيا كتوجد، ما فيها لا تماره لا حتى شي حاجه. المهم غادي نخلي داك المقادير يتبسبسوا لينا مزيان. عاد من بعد غادي نبدا نضيف داك الماء مزهر اللي ذوبت فيه داك الزعفران. صافي كفاكم داك الكاس ديال الماء زهر بالعجينه، تبارك الله. ما كفاكمش غادي تكملوا بالماء ديال الروبيني عادي. العجينه تكون قاصحه ضروريه. من بعد غنحيدها من العجانه، غادي نديرها في واحد القصريه، غادي ندلكها غير واحد 5 دقائق ما كاملاش صافي، ونجمعها. وغادي نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح واحد شويه بين ما جمعت هاد الماعن اللي رونتهم. من بعد غادي ندوز باش نقطعها على هذا الشكل هكا كويرات، وغادي نعاود نديرها في بلاستيكه ضروري باش ما كتنشفش لكم، ما كديرش لكم ديك القشره، ضروري ما تستغناوش على البلاستيك. صافي غادي نغطيها واحد 5 دقائق كذلك. من بعد غادي ندوز باش نورقها، باش من الداخل كتجيكم مجعبه ومورقه. غادي بالاستعانه بالدقيق والدلاك غادي نحاول غير نطلقها غير بحال هكا شي شويه، ونجمعها بحال الشكل ديال المسمنه. هاد الطريقه هذه كتخلي الشباكيه كتجيكم من الداخل مجعبه ومورقه. هانتوما طريقه سهله، الفيديو شارح نفسه، طلقوها غير واحد شويه بالمساعده ديال الدقيق، وصافي جمعوها على شكل مسمنه. وضروري ديروها حتى هي في البلاستيك باش ما كتيبس لكم من الفوق وكدير ديك القشره. نكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد. دابا غادي ندوز باش نطلقها ونشكلها. هانتوما كنطلقها هنايا راه بلا دقيق بلا حتى شي حاجه، كتطلق راسها غير هو العجينه تكون رقيقه شي شويه، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش عاود رقيقه بالقياس. صافي بالمساعده ديال الجراره بحال هكا غادي نشكل مربعات، وغادي نشكل هذا خطوط في الوسط. المهم غادي ندير 4 ديال الخطوط. دابا غادي ندوز باش نشبك. هانتوما كنهز خيط وكنلوح خيط، نهز خيط ونلوح خيط وكنجمع هادوك اللي من التحت. هانتوما الفيديو شارح نفسه، طريقه يعني سهله ديال التشباك. انا عاود معكم مره اخرى، كنهز خيط وكنلوح خيط، نهز خيط ونلوح خيط، كنجمع هادوك اللي من التحت مزيان باش ما كيتحلوش، وصافي كنقلب بهذا الشكل هكا. صافي من بعد ما غادي نسالي، غادي ناخذ واحد اللاطه وغادي نحطها عليها حتى نكملها كامله، عاد باش غادي ندوز نطيبها. من بعد ما ساليتها كلها بالتشكيل بهذه الطريقه هذه، غادي ندير الزيت اللي تكون سخونه، ضروري تكون الزيت سخونه والعافيه مهيله باش كطيب لكم على خاطرها، وماشي كتحرق وتبقى من الداخل خضراء. صافي غادي نطيبها نخليها حتى كتحمر لينا على خاطرها. عندي هنايا العسل حدايا، العسل راه ما كنسخنهاش، كنخليها هكاك بارده، لان داك السخونيه ديال ديك الشباكيه كتطلق فيها. العسل هو اللي كنت شاركت معكم في الفيديوهات اللي فاتوا.
ها نتوما شوفوا اللون ديالو ما شاء الله كيفاش كيبقى، وحتى التعسيله ديالو كتجي زوينه. صافي من بعد ما كطيب كندير داك العسل فيها، كنخليها حتى كتقلى ليا القليه الثانيه. عاد من بعد كنهز ديك الشباكيه من ديك العسل وكنخليها حتى كتقطر لينا واحد شويه. ها نتوما من بعد ما تعسلات كنحيدها وكنديرها في شي بلاصه اللي تكون كتقطر، وصافي كنزين بالجنجلان ولا باش ما بغيتو. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى الا عجبكم الفيديو تخليو لي واحد اللايك باش تشجعوني نحط وصفات اكثر. وشوفوا معايا راه كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه، كتذوب في الفم، خفيفه وهشيشه. نتمنى تجربوها، ونتمنى الا عجبكم الفيديو تخليو لي واحد اللايك معكم. بسلام عليكم.